المشاهدون الأكارم، أسعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء بأهم ما جاء فيها. جهود لمواجهة الإعاقة الذهنية والجسدية في عنسبة. بحث تطوير التعليم في فروع. تدريب الشباب مهنيا في حقات. أطراف الأزمة الأفغانية يجتمعون في الصين بعد تعثر المحادثات مع أمريكا. روسيا ترسل قاذفتين نوويتين إلى أفريقيا، وبوتين يستضيف زعماء القارة. وزير الدفاع التركي: أنقرة وواشنطن ستتغلبان على الخلافات بشأن طائرات F-35. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفادت وكالة الأنباء الإريتريا إرينا نقلا عن رئيس مكتب الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والجسدية في إقليم عنسبة الشاب إبراهيم صالح بذل جهود حسيسة لمواجهة التحديات والمشاكل التي ظلت تواجه ضحايا الإعاقة الذهنية والجسدية. وكان الهدف الرئيسي من الفرع الذي تأسس في العام 2014 عبر الآباء المهتمين تعزيز معرفة المجتمع المدني وحماية والدفاع عن حقوق الأطفال المصابين بالإعاقة الذهنية والجسدية، وتحسين الحياة المعيشية للضحايا وأسرهم، إضافة إلى جعلهم يحصلون على خدمات تتماشى مع مشاكلهم وتنظيم دورات تأهيلية. التوحد ومتلازمة الساندرو هي من الأمراض الذهنية والجسدية التي تسبب خلل دماغي وغيره من المضاعفات، ويمكن المصاب بها أن يتطور ويتحسن. لذلك ينظم الفرع دورات تأهيلية وسيمينارات تساعد الآباء لتقبل الوضع بعيدين عن الاعتقادات غير العلمية. وقال الشاب إبراهيم إن من أهم برامجهم هو تأهيل أسر الضحايا بمجالات تمكنهم للاعتماد على ذاتهم، مشيرا إلى اكتمال برنامج تجريبي لتأهيل 11 أسرة. من جهته قال طبيب الإعاقة الذهنية في مستشفى كرن الدكتور صالح عثمان إن الإعاقة الذهنية والجسدية مرض لا أحد يعرف أسباب انطلاقه، ويمكن أن يصيب أي أحد في أي وقت، لذلك يتطلب متابعة جادة في فترة الحمل وقبل وبعد الولادة. وأوضح الدكتور صالح بأن تقبل الإعاقة يساعد لمواجهتها، مذكرا بأن إغلاق الضحايا في المنازل يصعب الأمر، وأن جعلهم يساهمون في مائدة التعليم ويشاركون في كافة الحياة الاجتماعية يحدث تطورا إيجابيا. وتوجد في مدينة كرن مدرسة واحدة تقدم خدمات تعليمية لضحايا الإعاقة الذهنية والجسدية. هذا ويضم مكتب الإعاقة الذهنية والجسدية في إقليم عنسبة 369 عضوا، بينهم 155 عضوات. ويقع مكتبه في مدينة كرن حاضرة الإقليم، وله فروع في مديريات عتكليزان وحمل مالو وحاجات وعلا برعد. دعا مدير مديرية فروع السيد عثمان عرفة لدى لقائه السكان لتعزيز دور المجتمع عامة وأولياء الأمور خاصة لرفع المشاركة في التعليم. وقال أن المشاركة في التعليم ليست جيدة في المديرية عامة وخاصة في القرى الواقعة في الجبال، موضحا المشاركة المتدنية للطالبات. وأكد إرساء الخدمات الأساسية للتعليم والصحة والمواصلات والاتصالات بالمديرية، والذي أحدث تغييرا إيجابيا لتطوير الحياة المعيشية للسكان، ومن المهم تجمع القرى النائية في موقع مناسب للحصول على الخدمات الفعالة. وحث السيد عثمان عرف القيام بأنشطة نظافة البيئة المجتمعية لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة الملاريا. وأكد المشاركون على الاستعداد للدفع بالعملية التعليمية، منادين القيام بدراسات دقيقة للتعرف على أسباب تدني المشاركة في التعليم وإيصال التعليم المتوسط والثانوي إلى المناطق البعيدة. أوضح مسؤول إصحاح البيئة في مديرية أغردات السيد دانيال كيداني تحقيق نتائج مرضية لمكافحة الأمراض المعدية. وذكر أن أنشطة التوعية الصحية الجارية بالتعاون مع الإدارات تسهم للسيطرة على الأمراض المعدية. من جانبه أوضح مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة بالمديرية السيد عبد يعقوب النتائج المحققة ويجب الدفع بالإنجازات قدما. وقال مدير مستشفى غردات الدكتور والد يوهانس إن وعي المجتمع فيما يتعلق بالأمراض المعدية ساعد لخفض الضغط على المؤسسات الصحية.
تلقى 90 شابا في مديرية حقات دورة تدريبية مهنية نظرية وتطبيقية ل3 أشهر، وتدرب الشباب في الإسعافات الأولية وتقنية المعلومات والتعليم السياسي. وأشاد أولياء الأمور والمتدربين والمدرسين ببرامج تنمية القدرات المهنية للشباب، داعين لمواصلته بشكل أكثر تقدما. وقدمت في ختام الدورة الشهادات للمتخرجين. قام سكان بلدة شامبيقو وضاحية بوشوكا بصيانة الطريق الذي جرفته السيول بالنفير الشعبي. وأوضح مدير مديرية شامبيقو السيد كعسي إسرات أن السكان سيعملون بقوة لتخفيف المصاعب التي تواجه مناطقهم. من جانبه أوضح مدير ضاحية بوشوكا السيد تسفهيوت برهي أن النفير المنظم لصيانة طريق شامبيقو بوشوكا شارك فيه نحو 700 مواطن إضافة إلى الشاحنات، وسيواصلونه حسب المستطاع. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم على الأنباء العالمية. قال مسؤول أفغان يوم الأربعاء أن الصين تنظم محادثات بين الفصائل الأفغانية المتناحرة في إطار جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات، بعد فشل المفاوضات بين حركة طالبان والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وتحاول الصين التي تشترك في حدود قصيرة مع أفغانستان تشجيع جهود السلام. وظهر وفد من طالبان بكين الشهر الماضي لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين. ويهدف هذا الحوار إلى تحقيق المصالحة بين الأطراف المتناحرة في أفغانستان، ويجري على نحو متوازي مع المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة. وتستهدف هذه المفاوضات إبرام اتفاق تنسحب بمعتضاه القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى مقابل ضمانات أمنية من طالبان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هو تشون يانغ إن الصين تدعم محادثات السلام الأفغانية وترغب في تقديم ما يمكنها من عون لها. وقال متحدثة حكومية أفغانية إنه من المتوقع أن تعقد المحادثات في الصين بنهاية الشهر، لكن لم يتحدد من سيشارك فيها من جانب الحكومة. وقالت ناجية آنوري المتحدثة باسم وزارة الدولة لشؤون السلام: نرحب بكل الجهود التي تسهم في عملية السلام الأفغانية. وعقد وفد أفغاني قوي يضم 60 شخصا بينهم مسؤولون حكوميون وممثلون جماعات المجتمع المدني جولة ثانية من الحوار الأفغاني مع طالبان في يوليو تموز في قطر. أرسلت روسيا قاذفتي قنابل نوويتين إلى جنوب أفريقيا في مهمة تدريب يوم الأربعاء، في خطوة تتزامن فيما يبدو مع افتتاح الرئيس فلاديمير بوتين لأول قمة روسية أفريقية تهدف إلى تعزيز النفوذ الروسي. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن جيش جنوب أفريقيا أن من المقرر أن تهبط قاذفتان استراتيجيتان من طراز توبوليف 160 بالقرب من جوهانسبرغ اليوم الأربعاء. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن المهمة تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع جنوب أفريقيا. وتحدث بوتين أمام عشرات من رؤساء وقادة الدول الأفريقية في قمة تستمر يومين في مدينة سوتشي بجنوب روسيا، ودعا إلى زيادة حجم التجارة مع الدول الأفريقية إلى المثلين خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات قادمة. وقال إن موسكو شطبت أكثر من 20 مليار دولار من الديون الأفريقية. وتأتي القمة الروسية الأفريقية في إطار مسعى الكرملين للفوز بالمشاريع والأعمال واستعادة النفوذ الذي تلاشى منذ عام 1991 عقب انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان يدعم الحكومات والحركات اليسارية في أنحاء القارة خلال فترة الحرب الباردة.
قال وزير الدفاع التركي خلوص أركار لرويترز إن بلاده تعتقد أنه سيتم التغلب على الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن إنتاج مقاتلات F-35، مضيفا أن أنقرة لا تزال في قلب حلف الشمال الأطلسي رغم الانتقادات الموجهة من أعضاء الحلف لتوغلها في شمال سوريا. وأضاف أكار في مقابلة أجرت معه يوم الأربعاء أنه يأمل أن تكون العقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا بسبب هجومها هذا الشهر على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا مؤقتة. من جهة ثانية، رحبت الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي يوم الأربعاء بمقترح ألماني لإقامة منطقة أمنية في شمال سوريا، إلا أن مبعوثة واشنطن لدى الحلف قالت إنه يجب أن تتولى أوروبا المسؤولية وليست القوات الأمريكية. وكانت ألمانيا التي عادة ما تحجم عن المشاركة في مهام خارجية أعلنت عن خطة لإقامة المنطقة لحماية المدنيين النازحين وضمان استمرار القتال ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، لكن التفاصيل ما تزال غير واضحة. وقال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين أنه ناقش المقترح مع وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كرين بايور التي توقعت تقديمه لنظرائها في الحلف خلال اجتماع دوري في بروكسل يوم الخميس. أرسلت كوريا الجنوبية مقاتلات لتحذير طائرات حربية روسية قالت إنها دخلت منطقة تحديد المجال الجوي الكوري في أحدث واقعة في سلسلة من الحوادث المماثلة. وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول إن 6 طائرات عسكرية روسية دخلت مرارا منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا على مدى 6 ساعات. ونفت وزارة الدفاع الروسية انتهاك مقاتلاتها التي كانت ترافقها طائرات حربية روسية أخرى لمجال أي دولة، وقالت إنها كانت تحلق فوق مياه محايدة في بحر اليابان والبحر الأصفر وبحر الصين الشرقي. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن السلطات الروسية القول إن مقاتلات كوريا الجنوبية وأخرى يابانية لاحقتهم مقاتلتين روسيتين ما أهاب الفس قدرة تلك المنطقة الممثل بين اليابان وروسيا وشبه الجزيرة الكورية محل نزاع منذ وقت طويل وسط سلسلة من الخلافات المتعلقة بالمجال الجوي الإقليمي. انتهت النشرة، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.